خلونا بقى ننسى حلويات اليومين دول وتعالوا نعمل مع بعض حلويات زمان، فاكرينها حلويات امهاتنا بتاعت زمان. هعمل معاكم النهارده الجلاش، هعمل لكم النهارده جلاش بس هعمله لكم بقى محشي بالقشطه، هعمله لكم بطريقه خطيره خطيره. عايزه اقول لكم ان انا الفتره الجايه دي كل فتره كده هنزل لكم نوع من انواع الحلويات الشرقيه، وقولوا لي كمان في الكومنتات انتوا عايزين انواع ايه من الحلويات الشرقيه علشان تسيفوها عندكم ان شاء الله باذن الله، لو كان لينا عمر كده لرمضان باذن الله. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده في وصفتنا. اول حاجه هنعمل مع بعض كريمه القشطه. معايا هنا كوبايتين وربع من الحليب. عايزه اقول لكم ان انا الربع كوبايه ما جاتش في التصوير، لكن انا حطيت كوبايتين وربع بمقدار بالظبط نص كيلو من الحليب، عليهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بيديله طعم خطير يا جماعه. معايا هنا 3 معالق كبار من النشا. هقلب الخلطه دي كده كلها مع بعضها على البارد. عايزه اقول لكم ان ممكن تحتاجوا نشا تاني وممكن ما تحتاجوش. خلينا متفقين ان النشا هي ماده ربط. في ساعات في انواع نشا بتربط بسرعه وساعات ما بتربطش بسرعه. معايا هنا بقى علبه من القشطه، او لو عندك وش اللبن خديه وحطيه، بيدي طعم خطير للكريمه بتاعتنا. هاخد كده الخليط كده زي ما انتوا شايفين كده واحطه على النار وابدا اقلب فيه. انا مش هشيل ايدي خالص من الخليط عشان ما يتكتلش معايا. لو لاحظتوا ان الخليط بدا يتقل معايا شويه هنا كده بقى، اول ما بدا يغلي الخليط بدا يتقل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزاه، لان هو اصلا كمان لما يبرد هيتقل كمان اكتر من كده. هنا كده خلاص قفلت عليه، وبعد كده حطيت عليه كيس من الفانيليا. انا بحب احط الفانيليا من في الاخر يا جماعه علشان تدي ريحه قويه. هفضيه هنا بقى في بوله، وبعد كده هغطيها بقى بستريتش كده علشان ما تعملش قشره من فوق، وهركنها بقى على جنب اسيبها تبرد. تعالوا بقى نعمل الشربات. معايا هنا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وعليهم كمان نص ليمونه. هبدأ اقلب بقى الخليط كده في الوقت ده. انا مش هقلب الخليط خالص خالص وهو على النار. لو قلبتيه وهو على النار وحطيتي فيه معلقة، اعتبري ان السكر هيسكر، السيرب هيسكر منك. هنا كده خلاص، اول ما يبدأ يغلي عدي بعدها بالظبط 7 دقايق واقفلي عليه. يا ريت تمشي على كل الخطوات اللي انا هقولها لك دي. بصوا لو تلاحظوا ان انا بهز كده الحله كده بالشكل ده علشان لو في اي سكر تحت يدوب معانا. هنا كده خلاص قفلت عليه، وبعد كده حطيت برضو ورقه الفانيليا. هجيب هنا بقى الجلاش، هبدا اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا انا بحاول ان انا اظبطه يكون كله قد بعضه بالظبط. يعني انا بقطع اول واحده وبعد كده بقيس عليها كل اللي متبقي بعد كده علشان كله يبقى نفس المقاس. هبدأ اخد اول رول كده وافرده كده زي ما انتوا شايفين، وابدأ بقى اقطعه مربعات. بصوا هاخد اول مربع واقيس عليه بقى بعد كده. طبعا اكيد الصورة واضحة عشان انا عايزاه يكون كله قد بعضه. الصغيرة دي برضو عادي هنعملها، مفيش مشكلة، احنا مش هنرمي حاجة خالص. بصوا بقى انا بعمل ايه. باخد المربع كله واروح عاملاه كله على شكل مثلث كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الصورة واضحة قدامكم، سهلة جدا وطريقة بسيطة مش قادرة اقول لكم، ما بتاخدش والله وقت خالص. في وقت قليل جدا تقدري تعملي كذا لفة جلاش. بصوا انا بعمل كمان واحدة معاكم. بصوا بقى، مجرد بس انك بتتنيها بس مثلث كده. مفيش طبعا ابسط من كده، عشان دي طبعا صغيرة فعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا دي بقى اللي هي كانت اصغر واحدة فقطعتها كده مثلثات صغيرة. خلصنا بقى كل الكمية كده. هبدأ بقى ارصهم كده في الصينية. انا مش دهنة الصينية على فكرة اي حاجة،
لان احنا لسه هنحط السمنة على الجلاش، فمش هنحتاج ان احنا ندهن الصينية. هنا بقى رصيت الصينية بالشكل ده. جبت هنا بقى كوباية الا ربع من السمنة الدايبة. تقدري طبعا تحطي سمنة على زيت، بس عايزة اقول لكم يا جماعة نوع السمنة بيفرق كتير. لو حطيتي سمنة بلدي هيديكي طعم خطير خطير بصراحة. هبدأ اخد كده من السمن كده، لو في حاجة مش متغلفة هغلفها كويس بالسمنة. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. اول ما تبدأ تحمر من فوق ومن تحت خرجها على طول. هتقعد بالظبط حوالي نص ساعة كده او ساعة الا ربع، وهتاخد اللون المظبوط. هنا بقى بعد ما خرج كده معايا من الفرن، هننزل عليه بقى بالشربات السخن، علشان انا عايزاه يا جماعه يبقى طري. لكن لو انتي مش عايزاه طري تقدري تحطي شربات بارد. هسيبه بقى يشرب الشربات ده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. غطيه بعدها لمدة 10 دقايق بالمفرش السيليكون او بورق فويل، هيبقى طري معانا وخطير. وقفت الصينية شوية عشان تنزل اي سيرب زيادة احنا مش محتاجينه. هنا بقى الكريمة اللي احنا عملناها مع بعض هضربها كده بالمضرب عشان تفكي كده، لانها كانت جمدت. فانا طبعا عايزاها تكون ناعمة علشان تنزل معايا بالقمع كده بسهولة. معايا هنا قمع كده. بعد كده احطه في كيس حلواني، اي شكل بقى انت بتفضليه. مش شرط خالص على فكرة اصلا يكون في قمع، ممكن عادي تعمليه حتى لو عندك كيس تلاجة، مش شرط برضو يكون عندك كيس حلواني. عايزة بقى كمان اوريهولكم من جوه. بصوا بقى عامل ازاي، الطبقة اللي فوق مقرمشة واللي تحت كمان، ومن النص بقى طري وخطير. بصوا واضح طبعا ان هو طري. هو ده بقى اللي انا عايزاه، هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، انك تحطي الشربات سخن ويبقى الجلاش سخن. لكن لو انت عايزاه مقرمش جامد احطي الشربات ساقع عليه وهو سخن. هبدأ بقى احشيه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الطريقة سهلة خالص موضوع الحشو ده. عايزة اقولك بقى تقدري كمان تشيلي اي كريمة زيادة كده بالسكينة او بمعلقة، ويكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اقول لكم يا جماعة خطير خطير خطير. لازم تجربوه بالطريقة دي، وانا واثقة ومتأكدة ان هو يعجبكم جدا. ودي كانت بقى طريقتي في جلاش الكريمة. يا ريت بقى لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.